نشرت اليوم الشبيحة غالية الطباع المعروفة بتأييدها وتشبيحها للنظام الأسبق والمعروفة بعلاقاتها مع الضباط ومسؤولين في النظام السابق على وسائل التواصل الخاصة فيها فيديو تدعو إلى طرد أهالي المخيمات اللي إجوا وحرروا بلدها من النظام المجرم، ووصفتهم بالوسخين واللي ما بيتحمموا واللي ريحتهم وسخة وقليلين الأدب، ودعت إلى طردهم من دمشق وإرجاعهم إلى محافظاتهم. الخير يا جماعة، بالله شكوى للحكومة، يعني مشان الله بقى رجعوا لنا هالعالم على محافظاتهم. كتير تبهدلت البلاغات، كتير عم نشوف اشكالات مو طبيعي المناظر. ناس مو متحممة من سنين، ناس بتنظر للمرأة بطريقة قليلة أدب، بيتعاملوا مع الختايرية بطريقة قليلة أدب. مبين المربى يعني كتير مو نحنا. يعني معلش انه العاصمة بدها تضل مرتبة، بنفهم انه كل مكان له عاداته وتقاليده، خلص يروحوا على اماكنهم هدول. يلي ما له شغل بالعاصمة بالله يرجع على مكانه. والله قرفنا من هالمناظر كتير بشعة. يعني لا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا شيء المتعودين عليه، مثل الغربتلية صفينا بالشام، ما عم نشوف شوام. الله يرضى عليكم، لاقوا لنا حل لهم هدول. وبعد الفيديو تبعه قام موسى العمر بتقديم بلاغ وشكوى ضدها لترد هي الأخرى بفيديو تسخر فيه من موسى العمر وتصفه بالشبيح وكتيب التقارير، وبتحكي عن علاقاته مع الأمن العام والنظام الجديد وعن عشقه لعبد الرحمن الدباغ. بالنسبة لموسى العمر بحب اقول لك انت شادي الحلوة، لا رحت ولا جيت، نفسه بس على لون تاني. يعني شبيح وسئيل ومشكلجي وكتيب تقارير اذا بيصح لك. نرجو من سيد عبد الرحمن دباغ السجن غالية. طب انا اصلا موجهة للحكومة شكوتي، يعني فيك حبيبي نحن صرنا بزمن حرية، قبل ما كان في حرية، هلا في حرية، هلا المواطن بحق له يحكي اللي زعجه. انا عم بحكي بستوري خاصة عندي لإلي، وانا طالبة اصلا توصل. بعدين سيد عبد الرحمن دباغ انا بعشقه بصراحة عادي، يعني يا رب يوصل الخبر ويا رب يجيبني لحتى يرجع بالي اقعد معه مرة تانية. فبحب اقول لك يعني روح حط هيك شادي حلوة وعود تعلم منه، لأنك لا رحت ولا جيت كل الشعب بيقول نسخة عنه عم بتقلده كوبي بيست. يعني استحي على شيبتك. لا تنسى تشترك بالقناة مشان تصلك أخبار سوريا أول بأول، وبالتوفيق.